السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بمتابعي ومشاهدي قناة شو تايم. بعد غيبة طويلة نعود إليكم، والعود أحمد. نعود في ظروف، ظروف فترة تعيش من خلالها الكرة المغربية والمغرب بشكل عام. فرحة خالدة، فرحة ملحمية، فرحة تاريخية بالإنجاز البطولي، بالإنجاز الخرافي، بالإنجاز الأسطوري. الوليدات محمد وهبي في أراضي الشيلي أعلنت عن المغرب بطلا للعالم. أعود وأكرر بهذه الجملة هذه: المغرب بطل للعالم. هل هي حقيقة أم خيال، أم هو ما يشي حلمة أم شي منامة؟ قبل أن نفسر هذه الحلمة ونعلن بأن حقيقة ساطعة وثابتة وليست أضغاث أحلام، نصلي ونسلم على الحبيب مصطفى رسولنا الكريم. عشنا فصول ليلة واحدة من الألف ليلة وليلة، ليلة أنس، ليلة خالدة في تاريخ كرة القدم المغربية والعالمية، اللي من خلالها الأسود ديال الأطلس، السبع الأطلسي، كسر أسطورة منتخب أرجنتيني لا يقهر في النهايات. المنتخب الوطني المغربي أعلن عن نفسه بطل للعالم، من المنطقة، من العرب، من شمال إفريقيا، من المسلمين، من الأمازيغ وما جاورهم. أول منتخب من هذه المنطقة بهذه الصفات وبهذا الانتماء وبهذه الهوية هو بطل العالم. شيء يفوق الخيال. عشنا ليلة بيضاء. الشوارع ديال العاصمة والنواحي والعدوتين حيث نقطن وحيث نتواجد، لا أحد نام، لا أحد، النوم جاف العيون والمقال بعد واحد المتابعة اللي كانت بواحد الشكل غير متوقع. السيناريو ديال الماتش ديال المغرب والأرجنتين غير متوقع. تقدر تتوقع تسرق بيت، تجروا من البيلانتيات، تحك معاهم المغرب يضموني لا دوميناسيون ديال الارجنتين من الدقيقه 5، وانت عايم عليهم ماركي بيت وتعاود البيت الثاني وتقول لهم خرجوا عندي داكشي اللي عندكم جبدوه. ياك هاد الارجنتين هي اللي روج الاعلام صحيح ماشي صحيح؟ الا كان صحيح انا غنردو، الا ما كانش ما صحيح انا غنقولوا لهم. دابا اللي بغى يلعب مع المغرب والارجنتين تخلص الفلوس، لان باش كتخلص البطل العالم. وهما ابطال العالم 2022، ها ابطال العالم 25 بالاثار الرجعي راهما سالاو. دابا لا كاين بطل العالم بالتحديث ديال الداتا والسوفا سكور والارقام الحديثه راه الفريق الوطني. من لم يعجبه هذا القول وراى فيه مغالاه وغيكتب لي هو ارجنتيني، نقول له لبس الالبي سيليستي وخرج ساندو. نحن نهيم عشقا بفريقنا الوطني باللون الاحمر مع اللون الاخضر مع النجمه، بخير وعلى خير، وحنا ابطال العالم، حنا موالين الكره، حنا اسياد اللعبه. غنقولوها بفمنا، بالفم المليان، وحنا تايقين وبوجهنا احمر. تقدر تقولها شحال هادي سبيطار الحماق. دابا كتقولها وانت كتستحضر احداث. هاد الاحداث هادي تنبؤوا بها العباقره ديال الكره. كارلوس سالفادور بيلاردو المدرب الارجنتيني من 75 هو تيقولها ليهم. قال لي من قبل ما يجي يدرب المنتخب الارجنتيني 86، قال لهم زرت المغرب في المسيره الخضراء واش داك الناس غيحكموا الكره العالميه. ارسون فينغير اللي كيجي لبلادنا، اللي هو الخريج كيخرج الوليدات ديال الارسنال في الفتره اللي كانوا المدفعجيه عندهم همه وشان في البطوله الانجليزيه. الوليدات ديال المغرب جايين وغيحكموا الكره العالميه. على الصعيد القاري داك الثعلب كلود لوروا اللي درب المنتخبات ديال الكامرون وغانا والكونغو ودار، خبير الكره الافريقيه، كيشم، كيعرف على الزبيبه، كيعرف الحلاوه ديالها. قال لهم المغرب ما كيخططش باش يدي كاس افريقيا في بلاده، المغرب يخطط للفوز بكاس العالم. هو 26 براسكم سير شوفوها في ميريكان، الا ما كان 26 غتكون 30 في بلادنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم هذا الجيل اللي توج في الاراضي ديال الشيلي كيعلي السقف، كيكسر واحد الحاجز نفسي، كيكسر واحد الطابو. كنت قلت لكم في السابق، واش بلد مسلم يكونش بطل العالم؟ واش كتدخل فيها مجموعه من المونوبولات، مجموعه من الشركات التسويق، شي حوايج دخلونا في واحد المتاهه اللي خلاتنا بعض المرات كنصدق هذه الروايات. هذه معاهده، وهذا اكس ليبان، وهذا الاخر، وهذا خوزير. لا، كره القدم تتاسس على ماذا؟ على الميدان حميدا. صحيح تحكمت فيه على الصعيد القاري مجموعه من المؤثرات المرتبطه بالتحكيم، المرتبطه بالقرارات ديال لي زاربيط اللي كلاو لنا حقنا وحيدوا لنا الكحل من العين وحنا تنشوفوا. كلاو لنا حقنا كما تيقول لي ولدي بالرجوله، بحال ولدي تيقول لي لا ما تحمقنيش، واش حنا ابطال العالم؟ نعم يا ولد يا بني، نحن ابطال العالم باستحقاق. بماذا؟ الميدان حميدان. الملعب باقي كنتذكرها مع ناس كنت كنجلس معاهم تيقول لي شوف، الا غيسلت شي واحد وغيلعب في شي فرقه غيحصل في الماتش الثاني والثالث، ولا ما حصلش غيحصل في العاشر. لان شنو تيقول لي؟ التيران مرايه والتيران حنات. الا كانت المعايير ديال النزاهه والشفافيه واللعب النظيف والقواعد ديالو حاضره، فالمغرب رز اليوم مع الفار بسلطان الفار الدولي بانه بطل العالم. الا كانوا شي معايير ديال ساكسونيا ديال سنوات الرصاص التحكيمي في القاره الافريقيه، ضعنا في حقوقنا وهلو من جره.
اليوم كاين لا ننظر في داك الريتروفيزور باش ما ندخلوش شي حيط، ننظروا للامام، لدينا نظرة استشراف للافق بشكل متفائل، والتفاؤل بالخير هو من الصفات المحمودة الموصى بها. لذلك الفريق الوطني اليوم الشبان مع السي محمد وهبي البروفيسور الذي ندين له بالاعتذار، ويستحق منا ان نرفع له القبعه. وهنا خصنا نقولوا باننا باش نميزوا لم يكن انتقادنا جارحا لشخص محمد وهبي بقدر ما كان نابع من انتقاد بعض القناعات اللي كانت هو بداته. هو سال كاس افريقيا وخسر مع جنوب افريقيا وجا غير راضي، ودخلوا الوليدات عنده قالوا له كوتش غادي نموتوا معاك، وحنا غلطنا في جنوب افريقيا وغنديو لك لا كوب دي موند، غنديو لا كوب دي موند. هذه هضره ديال الزبيري وديال معمه. وجا قال القجع، وكان بالامكان ديال فوزي القجع يقول له السلام عليكم. دوزيام بلاص مع باتريس موتسيبي في مصر البابا جواد قال له ستستمر، ولكن داز بيناتهم واحد التصريح اللي كنا دوزناه في مجموعه من المداخلات التلفزيونيه. قال له شرطي لتستمر هو ان توقع على هذا الشرط. غيبان لك شويه تعجيزي، قول لي كاس العالم في الشيلي. قال له غنجيبها. وهذا ما دار داخل الاداره التقنيه بحضور جمال فتحي، محمد وهبي، ورئيس الجامعه فوزي القجع. واليوم كتبرز بان الاطار الوطني المغربي الحميله خنز كيهزو مواليه، السيد دموع اللي بكى، بحال اللي شفنا الركراكي، بحال اللي شفنا السكيتيوي، بحال اللي شفنا الحسين عموته وليد الركراكي مع الوداد. المغربي للمغرب، بالتالي اوفى بالعهد ديالو، والرجل والمؤمن اذا عاهد اوفى ووفى، وبالتالي يستحق الامتنان والتقدير ورفع القبعه. وسيكون مشروع اطار وطني للمستقبل ان شاء الله ربحناه مع السكيتيوي ومع الاطور اللي ناشطه على برا وتنشط وتنجح ومشات. اليوم جمال السلاميه ودى الاردن لكاس العالم، الركراكي ان شاء الله الى دا كاس افريقيا غيمشي لكاس العالم، محمد وهبي لكاس العالم، نبيل باه في كاس العالم، السكيتيوي غيلعب واحد الدوره ترعاها الفيفا هي اللي هي كالبطوله العربيه. المغرب الاطر الوطنيه برزت بان لها من الكفاءه، لها من القدره على تطويع النتائج والالقاب اذا حظيت بالثقه والدعم والرعايه. هذا السيد خرج لنا اليوم وليدات. اليوم الا مشيتي غتسول يقول لك بحال اللي تنعرف حكيمي تنعرف علي معمر، بحال اللي تنعرف بونو تنعرف بن الشاوش، وتنعرف غوميز دوز ماتش فينال ديال العظمه ديال الهبال، كنعرف الحموني وكنعرف الزهواني وكنعرف المزراوي. اسيدي راه كنعرف باعوف قبل سايس اولا مع سايس، وكنعرف البختي بحالو بحال نايف اكرد، وكنعرف الصادق بحالو بحال المرابط، وكنعرف الحداد وبيار بحال اوناحي، وكنعرف داك اللاعب. انا دابا غادي معكم بالتسلسل وزيد عليه من اللاعب الخليفي كنعرفو حتى هو بحالو بحال شي كاسور ديال العيناوي، والمثلث راه كنعرف الزين بحالو بحال ابراهيم، وتنعرف المعمه بحالو بحال بالزلزولي، وكنعرف الزبيري بحالو بحال الكعبي ولا النصيري ولا حسن. بالله عليكم هذا ولد سيدي يوسف بن علي المرموري، هذا الثعلب الجميل جدا شفنا بعين الرحمه، هذا خريج اكاديميه محمد السادس، الا يستحق التفاته ورعايه. واش هذا كون عند الصبليون غيقولوا لك هذا باقي صغير بحال لامين يامال؟ هذا يستحق ان يدمج في الفريق الوطني ويشم الريحه وياخذ الحب. هذا مشروع ديال 2026. فين لعبنا هذا كاس العالم؟ لعبناه في الشيلي. كاس العالم فين غتكون؟ في كندا. الا ما جيناش البول غنطيحوا في المكسيك، ما طحناش في المكسيك غنكونوا في ميريكان. والله تياكلوك معاك الغازون هذو في ميريكان. ودابا كسروا داك الكبرياء، يعني ضربوا في مقتل الكبرياء ديال الارجنتين، ولاو تيخافوا منه الارجنتينيين. هذا ايضا معمه واش ما تزعمش عليه وتلبسوا داك السبعه اللي حتى واحد موزياش ما جات معاه. بالتالي تنقول معمه وهذا زائد بعوف ثلاثي، جوج منهم يكونوا في لاكوب دافريك وانت مرتاح ومطمئن. عندهم الصفاء الديني، عندهم الجرينتا، عندهم الجوع، واجدين فيزيكمون من لهنا لاكان شهرين وباقيين صغار، والعظم قاصح ما شاء الله والجهد كاين، وبالتالي تعول عليهم ياكلوا. علاش؟ لان كاين بعض اللاعبين ما غنسمي حتى واحد لانني ما بغيتش نبخس لشي واحد حقه، والله الا احسن منهم هادو ويوليو البلاء الحسن. لاننا شنو تيقول الركراكي تيقول دائما لو فورما دي مومون، داك الفورما الحاليه. كاين شي فورما حاليا عندك واحد افضل لاعب في العالم اللي داها ليونيل ميسي، واللي داها اغويرو، واللي داها بول بوغبا اللي هو معمه، وعندك الوصيف ديالو على مستوى العالم والهداف ديال العالم اللي هو الزبيري. وراه لا ما لعبوش راه شي واحد غيشد راسو من المدربين ديال الافريقيه ويقول لك مادام هادو غيلعبوش في الكان اذا نتوما عندكم في الكان الهبل المهبل. بالتالي هذا كان على سبيل النقاش مع الجمهور الكريم في هذه القناه. واش ما كتشوفوش الزبيري ومعمه وبعوف بزيل الحروف في الدفاع يكونوا هاد الثلاثه ماشي صغار؟ هادو جايين بواحد الزخم سميتو ابطال للعالم، ابطال العالم بوحده تيكيتا. ما كاينش شي واحد اللي كياخذها الا ما كانش يستحقها. مع من ديتيها مع المنتخب الارجنتيني. بالتالي كنتوجه الجماهير تتفاعل معنا على مستوى هذه الحلقه وتقول لنا كيف تنظرون لهذا المنتخب، وشكون هما العناصر التي تستحق ادماجها على صعيد الفريق الوطني اللي لحق بامم افريقيا.
هضرونا على هذا الانفعال، فرحانين فرحه كبيره، وهذه العناصر يعني جعلتنا نفخر بانهم فعلا اهل للثقه. فشكرا لكم على التفاعل، اتركوا لنا الانتصامات ديالكم وكيفاش كتشوفوا هذه العناصر، واش عندها القدره وتمشي معنا للكان ان شاء الله الرحمن الرحيم، مع الاحترام والتقدير للقناعه ديال الناخب الوطني السي وليد الركراكي. اسسنا هذه الحلقه على اساس ماذا؟ على اساس اننا فرحانين ونعيش هذه الفرحه. ما كيعنيش باننا غندخلوا في الاختصاصات ديال شي واحد او اننا غنتعداو على الاختصاصات ديال شي واحد، بل باش نبرزوا باننا في الخابيه عندنا في القاع ديالها خاتم عامر، بحال اللي تنقول دائما الثلاجه عامره بالمقادير اللي تخرج لك وصفه، والوصفه كي دايره وصفه ما ديرلكش عسر الهضم، وصفه تخليك دائما في كامل اللياقه وفي الطراوه ديالك. فهاد الوليدات هادو اليوم كانوا عنوان الصحافه العالميه، الماركه، الاس، ليكيب، لا غازيتا، لي بولا، الاونلي، البيلد. العالم يتغنى اليوم عن المغرب ويحذرون، والبعض اللي تيق فينا مخلص لنا النيه تيقول لك هادو راه جايين للكره يحكموها، البعض يحذر تيقول لك هادو قادمين للسيطره على الكره العالميه ولينا محور. شفت واحد البلاطو ديال الشيلي، داروا بلاطو الشيلي كان جهل عندنا، جاو بعيد علينا، راك شفتوا الناس سافرت 16 ساعه في الطياره. قالوا منين بحثوا في اللوجيستيك والمجمع ديال محمد السادس والبنيه التحتيه، وربطوا داك الشيء بقطر، وربطوا ديجا ربحناهم في ماتش اميكال. قالوا بان هادو تيبنيو واحد البنيه اللي جايين يسيطروا على الكره العالميه، وغيجيو غيديروا روبورتاجات هنا، وحنا مدينين للشيلي لان الشيلي اللون الاحمر سانداتنا، وبالتالي مرحبا بهم. بالتالي انا كناكد بان هذه الكره المغربيه اليوم وهذا الشيء اللي حققته في ملاعب الشيلي ما يمكن له الا يكون بدايه باش نكونوا اليوم على صعيد الكره العالميه من بين الصفوه. ربحنا الارجنتين والبرازيل، طب ديال اللاتينيين، ربحنا الصبلين وفرنسا، غير فادي ربحنا البرتغال والبلجيكا، ماذا بعد؟ بالتالي عندنا الامكانيات وعندنا ما يؤكد باننا حاليا من لاكريم، من عاليه القوم، طب ديال الكره العالميه. وهاد الوليدات هادو الصغار ندمجوا معهم وليدات ديال قطر اللي دازوا، وندمجوا معهم وليدات اللي جايين في الالعاب الاولمبيه ديال لوس انجليس، وما يمكننا الا نكونوا واثقين بان هذا الزمن على الكره المغربيه. الا كان شويه ديال التفاؤل عذرونا، لانه تفاؤل من وحي المرحله وتفاؤل مشروع بطبيعه الحال. الف مبروك لكل مغاربه العالم، شكرا لكم على التفاعل، عذرونا لاننا غبنا عليكم، ونوعدكم باننا يكون المزيد من الحلقات التفاعليه معكم. وبالتالي عطيونا الارتسامات ديالكم، كيفاش عشتوا هذه الفرحه، وشكون اللي كتشوفوا يقدر يطلع في البوراق وفي السفينه ديال الفريق الوطني الاول. الى اللقاء في حلقه مقبله بمشيئه الله تعالى.